كان النبي سليمان عليه السلام واحدا من الأنبياء الذين وهبهم الله العلم والحكمة، وقد وهبه الله القدرة على فهم لغة الحيوانات والطيور. وذات مرة، بينما كان يحكم شعبه ويعلمهم، لم يجد النبي سليمان الهدهد بين الطيور التي كانت تحيط به وتسافر معه في كل مكان. شعر سيدنا سليمان بغضب لأنه لم يعلم سبب غياب الهدهد، فتوجه إلى الطيور وقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ وبعد فترة قصيرة، عاد الهدهد مسرعا، فوقف أمام سيدنا سليمان وهو مرتجف، وأخبره بخبر عظيم. قال الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فهم النبي سليمان خطورة الأمر، وأراد أن يتأكد مما قاله الهدهد، فأمر بكتابة رسالة إلى تلك الملكة يدعوها إلى عبادة الله الواحد القهار. وقال للنبي سليمان قبل أن يرسل الرسالة مع الهدهد: اذهب بكتبي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ذهب الهدهد وقدم الرسالة للملكة بلقيس، وبعد أن قرأت الرسالة، أرسلت هدية إلى سليمان لتعرف نيته. وعندما أعيدت الهدية، أرسلت الملكة بلقيس وفدا للقاء سيدنا سليمان. استقبل النبي سليمان الوفد بحفاوة والإعجاب بقوة حكمته وسرعة استجابته للموقف. وبدأت الملكة بلقيس تعي الحكمة والعدل في دعوة النبي سليمان، فأعلنت إسلامها وإيمانها بالله رب العالمين. وهكذا استفاد النبي سليمان من فهمه للغة الهدهد ليعرف قصة قوم بعيد ويدعوهم إلى عبادة الله. والعبرة من هذه القصة هي أهمية الحكمة والصبر في نشر الدعوة والتعامل مع الآخرين بلطافة وإقناع.